الله بالخير. من ضمن نتائج وتداعيات قرار 666 لسنة 1980 سيء الصيت الصادر عن ما يسمى مجلس قيادة الثورة المنحل، أنه تم مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للعوائل الكردية الفيلية المهجرة قسرا. هذا يشمل المبالغ النقدية بالإضافة إلى المزارع والمعامل والعقارات والمحلات التجارية والمنازل، لا بل وحتى أثاث هذه المنازل. كل هذا تم توزيعه على شكل هدايا أو بيعة بأثمان زهيدة جدا لمنتسبي الأجهزة الأمنية العائدة للسلطة. كل هذا خلى مصير آلاف الكرد الفيليين تحت رحمة عمليات تهجير قسرية عشوائية وبلاغات وتقارير كيدية. يعني شلون؟ يعني كل بعثي كان حاط عينه على مزرعة أو معمل أو بيت يملكه فيلي عراقي، راح وكتب به تقرير كيدي حتى هذا الفيلي يتهجر وهو يروح بطريقة أو بأخرى يستولي على هاي ممتلكاته وعقاراته. بالنتيجة صرنا نشوف عائلة فيلية واحدة تم تهجير الوالد أو الابن، بينما الابن الآخر بقى عايش بالعراق. وهنا كانت المفارقة، فهل يصح أن تكون عائلة واحدة منتمية دولتين؟ كتبوا لنا بالتعليقات.